على سافيتش، عندك كيسيه الرئيس إلى إيفان توني قوية، ولكن بونو يتصدى ولا زالت أهلاوية خطيرة داخل منطقة الجزاء، عرضية تدخل من خلالها سيرجي. يا الله على هذه الإثارة، على هذه المتعة في هذه اللقطة، لكن التغطية من جانب كوليبالي لا زالت أهلاوية، خطيرة أهلاوية، محاولة والتسديدة لكنها في أحضان بونو. لقطة في منتهى الخطورة، محاولة كانت قريبة في اللحظات الأخيرة قبل نهاية هذا اللقاء. طويلة كرة ياسين يتدخل، وبعد ذلك الإبعاد الصافرة من الحكم بوجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على نجم خط الوسط المتألق في مباراة اليوم بل في هذا الموسم، وهو النجم الكبير غالينو على اليسار. كرة باتجاه غالينو يحاول بكرة عرضية، رياض في الانتظار، الله الراسية لكنها أقرب إلى ياسين. ياسين يعطي الأمان، ياسين يصل الكرة قبل إيمان لمصلحة النادي الأهلي، طويلة وخطيرة لكن الدفاع تدخل، تصل لتوني الطاير ولكنها في أحضان ياسين. ياسين يمسك الكرة الأخيرة بعد لقطة في منتهى الخطورة. الله في اللحظات القادمة المعركة ما زالت مستمرة، الحسم سيكون عبر ركلات الترجيح. بونو في الانتظار، ركلة الترجيح الأولى بكل هدوء حطها، لكن ياسين يتصدى، ياسين يتألق، ياسين بحسن التوقع، ياسين بهذه الشخصية حطها هدية، توني أعطاها تقريبا هدية لياسين. غالينو لإعادة الأهلي في هذه اللحظات، كرة أهلاوية عن طريق غالينو، لكن بونو مرة أخرى يتصدى. أي حارس أنت ما شاء الله، أي قبضة هذه ما شاء الله، أي تألق هذا ما شاء الله. بونو بردة فعل هائلة. الله يا بونو سوف يضع يديه في النار من أجل الشباك النظيفة. ممكن البينية، ممكن التصويبة، ممكن العرضية قد تأتي، العرضية الله سالم في اللقطة الماضية. ماذا أضعت يا نجدي، ماذا أضع ياسين بونو؟ هل تصدى أنه ياسين بونو؟ رياض يلعب كرة عرضية بالراس، ماريز وكرة يا إلهي. يا لها من قبضة يد، يا له من تصدي، يا له من تحدي. يا فابينيو باتجاه الجليدان، محاولة تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليسرى، ميتاي تسديدة. لقطة في منتهى الروعة. بونو يصدها، يعيد قلب الهلال للنبض مرة أخرى، وكيسيه الذي إن سجلها فإنه ربما يعلنها. يا الله الله، بل إن بونو يجعل قلب الهلال نابضا، ولا زال ينبض. هالاند يمرر كرة خطيرة في منطقة الجزاء، الله على بونو، تألق بونو في اللقطة الماضية، عادت الكرة لصالح السيتي. بونو يواصل التألق في مونديال كأس العالم حتى الآن في شوط المباراة الثاني. تمريرة خاطئة لتصل الكرة في صالح الرياض، وتوزي الله على كرة من توزي. ياسين بونو تألق، بونو وتألق من جديد في المباراة. شريبوف يريد أن يسدد، يريد أن يضعها بالفعل. الله ياهو، تسديدة جميلة من جلال الدين من شريبوف، ولكن سد الهلال، حائط الهلال. الكرة طويلة لكن كوليبالي في التغطية، انطلاقة سريعة كورية، فرصة من أجل التعادل، خطيرة تأتي، لكن هنا ياسين، هنا بونو بنسخة المونديال عن طريق بونو في التصدي، بنسخة ياسين أسد الأطلس في تصدياته وفي تجلياته في أولى المحاولات الكورية. بونو نتساءل وإياكم مع هذه اللقطة الأخيرة للمحاولة الأهلاوية على تنفيذها، يبدو المدمر الإنجليزي توني أو رياض تسديدة، ولكن ياسين يا الله
الله الله، لقطة كانت في منتهى الروعة. المحاولات تأتي خطيرة، يا الله، مخادعة يا بونو، كانت مخادعة من بن فارغاس، وكاد أن يسجل في مرماك يا بونو. يا الله، التفاصيل الصغيرة ستحسم الكلاسيكو، هذا ما قاله. هذه كرة في هذا المكان. الله الله، ماذا أضعت يا رئيس؟ ماذا أضعت يا فرانكيسي؟ وماذا أنقذت في المقابل يا بونو؟ ماذا أنقذت يا بونو؟ بونو 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 بونو، إن عاد الهلال فبونو هو السبب. بروزو للنصر، بروزو لكريستيانو الصواب، يا رباه. اوه، باللقطة الماضية ياسين بونو يقول إن عاد الهلال سأكون سببا في ذلك. لا يتراخى أيضا ولا يتراجع، لكن هنا كرة خطيرة، مرور خطير، تصويبة خطيرة، يا ساتر الله يا ياسين بونو كان جاهزا في الموعد الأول، وأصبحت بعد ذلك كرة يريد أن يكون، شوفوا الرد الآن، ياسين بونو في أول تصد بعد تجديد العقد، الكرة بترجع بعد ذلك إلى ضربة ركنية، كرة عرضية كانت مخادعة، لكن الكرة بعد ذلك بتتحول. رد لها حتى ولو كانت مخادعة، بونو متيقظ، تعود الكرة، التحدي موجود بين بونو والعارضة وفارغاس، كلاهما يمنعانك يا فارغاس من أن تسجل هدفا سينمائيا. يا لا من كرة، يا لا من لقطة، فارغاس كاد بفريقها، هذه كرة لصالح الاتفاق في اللعب، عرضية، الله، وياسين بونو يحول بين الاتفاق والتعادل. الله على لقطة يتفوق فيها ياسين بونو، يرسل الكرة إلى جوانكا، ممكن العرضية في متابعة، الله منزلة المحاولة قائمة، وفي كرة في مكان، يا رب، شوف الكرة من بونافنتورا، هذه الفرصة، شوف ياسين بونو، الكرة تصطدم بوجهه، إنه يضحي. شوف هنا لدينا محاولة الآن، الله على كرة مهند، ولكن ياسين بونو يتصدى للكرة الماضية. هذا ميمي كاد أن يأتي ويخلص النتيجة، لكن في النهاية استطاع ياسين بونو أن يتصدى للكرة الخطيرة الماضية. زكريا هوساوي بكرة عرضية خطيرة، ولكن الدفاع يتدخل مع الحارس راجامي وياسين بونو. تدخل في اللواسم نيفيش في اللقطة الماضية مع ياسين بونو في كرة كانت في منتهى الخطورة، ولكنها بعد ذلك تحولت إلى ركنية. هذا الشيء اللي يتكلم عنه، عن غياب سالم وكاسيلو، والكرة بالراس، العرضية والتهديد الثاني الحقيقي بعد كرة هي، وباتجاه بينالدو أيضا الكرة يرتقي إلى أعلى ويحولها، لكن الآن مبالغة جدا، طويلة الكرة خطيرة لمصلحة بونو، وبونو بكرة، وبونو ديما بونو